مشاهدينا أهلا بحضراتكم مرة أخرى. كما أسلفنا في الساعة الماضية، هي حالة من الترقب والتوتر تسيطر على المشهد السياسي بعد تصريحات الرئيس مرسي أمس التي توعد فيها باتخاذ إجراءات حازمة ضد من وصفهم بالعابثين بأمن الوطن، لا سيما بعد قرار النيابة العامة بضبط وإحضار عدد من النشطاء، وعلى رأسهم علاء عبد الفتاح وأحمد دومة وكريم الشاعر وحازم عبد العظيم، على خلفية اتهامهم بالتحريض على اقتحام مقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم يوم الجمعة الماضية، بالإضافة إلى منعهم من السفر. بينما أكد المستشار مصطفى دويدار أن التحقيقات لا تزال مستمرة وقد تضم القائمة أسماء شخصيات أخرى. كان جبهة الإنقاذ قد أصدرت بيانا أمس حذرت فيه من الهجوم الشرس الذي قالت إن كبار المسؤولين بمؤسسة الرئاسة والحكومة وجماعة الإخوان يشنونه على وسائل الإعلام والتلميح بقرب اتخاذ إجراءات ضد بعض الصحف ومحطات التلفزيون بزعم الدور الذي تلعبه في التحريض على العنف. في الساعة الماضية ناقشنا قرار النيابة العامة من الناحية القانونية. في هذه الساعة ومع ضيوف جدد نبحث في تصريحات الرئيس مرسي ومدى ارتباطها بصدور قرار النائب العام وتوقعاتنا بما يمكن أن تسفر عنه هذه المرحلة التي نعيشها. أرحب في الاستوديو هنا بالدكتور جمال سلامة، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة السويس، الأستاذ عمرو عبد الهادي المحامي وهو المتحدث الإعلامي باسم جبهة الضمير، وأرحب أيضا بالدكتور عبد الله المغازي المتحدث باسم حزب الوفد. أهلا بكم جميعا. أهلا. اسمحوا لي أن أبدأ بالدكتور جمال سلامة. كنت حضرت أنتم في المؤتمر أمس الذي دعا إليه الرئيس بشأن المرأة. نعم. كنتم أحد الحضور أمس. نعم. واستمعتم للتصريحات التي جاءت فيه من الناحية السياسية، من ناحية الأوضاع التي تعيشها مصر. كيف تقيم ما جاء في تصريحات الرئيس؟ طبعا كان حضوري بصفتي أستاذا أكاديميا وخاص بإعداد أو البحث في إمكانية إعداد وثيقة. هذه الوثيقة تتعلق بالحريات والواجبات أو الحريات بالنسبة والحقوق بالنسبة للمرأة، وكان هناك يعني بخلاف الجهة الداعية وهي أو الجهة التي مهتمة بهذا الأمر هي المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، كان هناك يعني دعوة لبعض المتخصصين في مجالات مختلفة حتى تتسم هذه الوثيقة بالتوازن. وأيضا كان هناك بالفعل بداية هذا العمل، كان الجلسة الافتتاحية بحضور رئيس الجمهورية السيد الدكتور محمد مرسي. طبعا يعني كما الكل شاهد كان هناك يعني مقدمة طويلة جدا، أو بالنسبة للرئيس يعني تحدث أكثر من ثلثي الوقت في الشأن الداخلي، وعنى بشكل خاص أو يعني الأحداث العنف التي جرت في المقطم بالأمس الأول، ثم بعد ذلك انتهى إلى ما هو مفترض أن يتحدث فيه، وهو موضوع وضع المرأة أو موضوع الاجتماع في حد ذاته. طبعا الرئيس تحدث في أمور يعني يبدو بالفعل يعني كأن نتفهم طبيعة يعني لكن بدأ بالطبع وبدأ منفعلا في الجزء الأول من خطابه أو من حديثه. تحدث عن أشبه بوعيد لأشخاص يعني تحدث عنهم بشكل تعريضي، وهو برغم من أنه يعني قال أننا لن نترك أو لن يعني من حرض على العنف سواء بالقول أو بالفعل أو بالتعريض. ثم بعد ذلك وجدنا نوع من التعريض على بعض الأشخاص لا نعلم من هم. تحدث عن أن هناك مذيع وأن هناك ثلاث أشخاص أو ثلاث أصابع. كل هذه الأمور يعني هي تزيد الموقف يعني احتقانا، يعني هو الموقف محتقن من الأساس. نحن نتفهم بالفعل يعني أن هناك أمور تجعل الرئيس يعني لا يكون راضيا عما حدث، لكن الجو العام جو محتقن. هناك أزمات كثيرة
يعني شبيهة لأزمة المقطم أو أكثر ضراوة. يعني نتحدث عن ما حدث في بورسعيد، هذا الأمر أيضا لم يشغل نفس الاهتمام أو نفس الانفعال من الرئيس، أو لم يصادف بنفس الاهتمام أو نفس الانفعال. نتحدث عن أحداث الاتحادية، أحداث كثيرة جدا يعني كانت يعني هي أدعى لغضبة الرئيس من أحداث المقطم، حتى لا يبدو الأمر وكأن الرئيس أيضا يعني هو مهتم بشأن التيار أو جماعة الإخوان المسلمين أكثر من الشأن العام، الشأن المصري. طبعا كنا نتمنى من الرئيس بالفعل أن يكون يعني هناك توازن في ردود الأفعال، سواء بالنسبة لمواقف كثيرة. الأحاديث يعني في بعض الأحيان قد بدا للبعض، قد يكون هذا ذنب أو ليس ذنب الرئيس، لكن بدا للبعض أن الرئيس يتحدث عن ضرورة أن تكف القوى السياسية عن توفير غطاء سياسي لأعمال العنف، وأنا معه 100%. يعني هذا قول يعني لا يحتاج إلى تأييد أو للتزكية. لكن أيضا يبدو أن جانب من حديث الرئيس أعطى غطاء سياسيا بشكل غير مباشر لجماعات العنف، وهذا في اللحظة التي كان يتحدث فيها جماعات العنف من الجانب الآخر. من الجانب الآخر في اللحظة التي كان يتحدث فيها الرئيس أو بعقبها كان هناك من يحاصر مدينة الإنتاج ويعتدي على بعض الإعلاميين. هذا أيضا هو بشكل ما قد يفهم على أنه يعني نتيجة مباشرة أن الرئيس بالفعل غاضب من بعض الإعلاميين، فبالتالي نحن سنزيل غضب الرئيس بتوجيه الضرب أو الأذى أو الحاق الأذى بهذا، أو فكرة تكميم. هذا يعيدنا إلى عصور محاكم التفتيش. يعني لا تؤخذ الأمور بمثل هذا الأمر. أتفهم أن الرئيس تحدث عن إجراءات عقابية أو كل هذه الأمور، ثم بعد ذلك في نفس الخطاب استدرك وقال أنه كل هذا قانون العقوبات أو القانون الإجراءات الجنائية يكفي لهذا الأمر، وهذا شيء جيد. يعني ثم بعد ذلك يعني نفاجأ بمثل هذه الأعمال من قبل جماعات هي طالما مارست العنف وتاريخها كله ملوث بدماء المصريين. طيب أستاذ عمرو، يعني مما قاله الدكتور جمال ربما يتفق بشكل أو بآخر مع ما هو مفهوم الآن في الشارع المصري من أننا نعيش أزمة سياسية زاد من حدتها هذه التهديدات من جانب الرئيس، وأيضا سرعة إصدار النائب العام قرار باستدعاء 5 أشخاص أو 6 أشخاص. يعني من المسؤول عن وصولنا إلى مثل هذا المستوى يعني في الأزمة؟ خليني أقول لك بس عشان برضو ده يكون سبق للجزيرة، إن لأول مرة بيكون تصرف النائب العام أو تحركه استباقي في أحداث الجمعة بناء على بلاغات قدمت قبل الجمعة، اللي هي بناء على الإخوان المسلمين لما رصدوا الانتهاكات ورصدوا إن بعض الناس بتحرض على هذه الجمعة، فابتدوا إن هم يقدموا بلاغات. حتى أنا كان لي كلام نزل في على المواقع كتير، قلت لأول مرة بس يعني نستخدم الكلمات الصح، التحريض على هذه الجمعة، الدعوة، نقول الدعوة إلى هذه الجمعة. لا ولا التحريض على ماذا؟ التحريض على أحداث عنف ستحدث في هذه الجمعة. سواء من بعض الصفحات برضو نحط الكلام في مكان. أنت تعتبره تحريض على العنف؟ طبعا لا. أنا بتكلم عن صفحات زي البلاك بلوك قالت بكرة هنعمل وهنسوي وهنحرق وهنعمل الكلام ده كله. تاني حاجة إن لما ده صدر ابتدوا ان هم يقدموا بلاغات استباقا، فابتدى النائب العام يتحرك. وده هتعرفوه حضراتكم ان النائب العام كان في وفد من النيابه العامه يوم الجمعه موجود في احدى المدرعات، كان بيرصد جميع الانتهاكات اولا باول. مجرد مغادره اي اشخاص في مكان كان بيرصدها اول باول. الحقيقه الجمعه دي انا بسميها هي جمعه الكمين. هل هذا اجراء طبيعي وانت محامي؟ ان يخرج فريق من النيابه العامه ليراقب الاوضاع؟ لا ثواني بس ادوني وقت. طبعا هو قانوني لسبب، لو حضرتك خلينا نقيسها علينا. لو انا مثلا عارف ان حد بكره يقتحم شقتي، فانا بروح اقدم بلاغ، النائب العام بيصرح بحمايه للمكان ده ومراقبه ليه على اساس ان هو في حد هينتهك ادميته. فده انا بقيسه على العامه عشان العامه تفهم ايه الوضع، عشان ما فيش حاجه اسمها ده مش قانوني. القانون معمول لحمايه الافراد، مش الاتيان بحقوقهم بعد انتهاكهم.
فالحقيقه ده لما حصل امبارح. انا اوافقك، ولكن هل هذا هو دور النيابه او دور الداخليه الشرطه؟ لا 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 لا، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ده دور النيابه ان هي ترصد، ان هي تدي الاذن او تتحرك طيب وتشكل فريق طيب لعمل ده. طيب خلينا بقى نقول لحضرتك، انا بعتبرها دي جمعه اسمها جمعه الكمين. جمعه الكمين بمعنى الجمعه كلها كانت قائمه على توثيق اعمال الانتهاكات. يعني ما فيش واحد اتسحل الا لما متصور، متسجل فيديو، يعني الادله كلها واضحه. من قبل النيابه، من قبل حتى من قبل اشخاص عاديين، ومن قبل طيب. انت خلي بالك حضرتك، احنا عندنا الماده 25 والماده 37 من قانون الاجراءات الجنائيه بتتيح ان انت لما تشوف جرم تبلغ عنه، وحاجه تانية ان انت تقدم الادله دي، والحاجه التانية الماده 37 اللي هي كانوا طيب يعني انت ترى ان الرئيس كان عليه ان يهدد ويتوعد، وان على النيابه العامه. انا لسه لم اتطرق طيب. الى بيان الرئيس. طيب. معلش اديني فرصه. انا طبعا بستنكر الكلام اللي قاله دكتورنا الفاضل، لان انا يعني لو كنت شايف ان ده رئيس مش شرعي او مش موجود او انا رافضه، انا كنت ارفض الجلوس معه على طاوله حوار في الاساس. اتكلم على قد فهمك، لان فهمك قاصر. انا لم اقل مثل هذا الكلام. لا حضرتك بس احنا لا معلش، بص كلام انت اتهمتني يعني ان انا فكري قاصر، انما انا مش هرد على حضرتك. استاذ عمرو انا بعض كلام، لان انا اكبر من ان ارد على برضه انا برضه اقول لك يوجه لي بس انا بتكلم، انا بوجه اللي بيدير الحوار. طيب لو سمحت دكتور جمال، هو حر في ابداء رايه طالما انا بوجه كلامي لحضرتك. لما يجي عليه الدور، لما يجي عليه الدور يعترض. لو سمحت انا بتكلم هو حضرتك، انا ما قطعتكش لو سمحت. انا اسف. فانا اذا كان كلامه يعتمد على الكذب، ده احنا لسه بقالنا دقيقتين. لا حضرتك بص، انا ده ثالث غلطه فيا، والمذيع لم يوفر لي الحمايه. الكذب هو سمه منعوين في عاده من الدوله. لتقول رايك ايضا دكتور جمال. معلش انا لم اقاطع. طيب الحاجه الثانيه، لا انا شايف طبعا ان مش عشان خاطر امبارح كانوا اخوان ولا غيره اللي موجودين امام مدينه الانتاج الاعلامي، وانا برفض ده تماما، هم العشرات. وانا كنت امبارح كان عندي تسجيل في المدينه، ورحت لقيت 10 امام كل بوابه. لو في فعلا انتهاك يعني عايز يحصل، ان شاء الله يكونوا 2. انا عايز بقى ايه، ما انت لو سبتني هقول لك اللي هي ايه. لو الرئيس عايز يحرك الناس ويقول اتحركوا، اكيد في ناس كتير هتساندوا. لم يتهم الرئيس، لم يتهم احد الرئيس بتحريض هؤلاء. لا ما هو الكلام اهوت ان ادى غطاء شرعي للعنف اللي حصل امام هذا شيء مدينه آخر. الانتاج. هذا شيء اخر. ربما بعض الاطراف اخذت من كلام الرئيس غطاء شرعي. ما هو انا بقى ايه، انا مش عايز ان انا اسوق فكره غلط. طيب ماشي. الحاجه الواضحه وضوح الشمس ان حدث انتهاكات للجميع في المقطم. الانتهاكات دي رصدت بطريقه معينه. خلي بال حضرتك، احد اللي رفضوا ان هم يمتثلوا امام هذا النائب العام راح امتثل امام النائب العام اللي هو عينه حسني مبارك، وحبس احتياطيا على ذمه التحقيقات. ماشي. ده غير ان حضرتك في المقدمه بتقول الشباب، وحصرت فيهم السيد مساعد وزير الاتصالات الاسبق اللي هو حازم عبد العظيم، وهذا ليس من فئه الشباب اطلاقا، ولا ليس من فئه الثور، فهو من فئه النظام السابق. هو من فئه النظام السابق. انا لا ادري لماذا تجرنا الى مهاجمه اشخاص. لا انا بكلم حضرتك نحن نتحدث عن من الذي اوصلنا الى هذه الازمه. اللي اوصلنا بقى من هذه الازمه هي المعارضه الغير مسؤوله، بمعنى اننا في ظل ان الدكتور محمد مرسي يخسر بعض النقاط في الشارع لاداء متوتر، لاداء غير متزن، تقوم المعارضه بتصرفات غير مسؤوله تخسرها اكثر مما خسره الرئيس. بمعنى كان نفسي مثلا انا شفت التجربه ليه حزب الوسط مثلا. طب ما يخسروا. لا ما هو انا دلوقتي ما بقاش عندي، انا ما بطرحش الناس اللي تحكم. ما هو انا بقى ما بطرحش. بص حضرتك، انا امتى ابقى اكون قوي؟ ان انا اطرح دائما بديل قوي للدكتور محمد مرسي، دائما صلد واقف معروف ان ده بديل للدكتور محمد مرسي في حاله ما الدكتور محمد مرسي لم يصلح في فتره رئاسته اللي هي المقدره ب4 سنين. يبقى اذا خلي بال حضرتك، انا هقول لحضرتك بقى ايه، هختم كلامي بتجربه عمليه. حزب الوسط ماذا فعل في احدى القرى؟ دفع بسيارات نظافه سلمها للدوله مكتوب عليها حزب الوسط. دي معارضه بناءه. هل ده يحسب للاخوان المسلمين؟ لا، هيحسب لحزب الوسط. طيب ماشي. طيب. كنت اتمنى من حزب الوفد، وهو من اعرق الاحزاب الموجوده، ان انزل بكره الاقيه عامل حمله. طيب اتكلم على جبهه الضمير انت منها. حزب الوفد يستطيع المتحدث لا انا باسمه بتكلم، ان يتحدث. انا بتكلم قبل يرد عليا.
قبل ان اتحدث اليك استاذ عبد الله، دكتور عبد الله، يعني كان هناك تعليق على موضوع يعني قانونيه، الناحيه القانونيه. الناحية يعني القانونية. ده اللي قاله الاستاذ عمرو وهو صديقي يعني العزيز خطير جدا. يعني جزء انك انت تقول النائب العام كان موجود في مدرعه بيشاهد، مش نائب، وفد من النيابه العامه، فريق. انا بعتبر ان كده النيابه العامه كده هتبقى ملاكي فعلا. يعني انك انت تعالوا يا جماعه في ناس هتيجي تضربني، النيابه العامه تستجيب وتروح. هذا ليس دورها. انت حضرتك تحدثت في الناحيه القانونيه السليمه 100%. هذا دور الشرطه والمباحث الجنائيه، ده موضوع اخر تماما. اعود مره اخرى للدكتور جمال. هل تؤيد هذه الاقوال للدكتور المغازي في ان ما صرح به الرئيس ربما دفع او شجع البعض على، اولا شجع النائب العام على اصدار مثل هذا القرار بهذه السرعه، وشجع ايضا البعض الاخر على ان يفهم من تلقاء نفسه ان هذا تصريح او تفويض بالعمل ضد القوى السياسيه الاخرى في الشارع؟ في ظل الجو المحتقن تستطيع ان تبرر كثير من التصرفات. يعني البعض فهم، حتى وان كان هناك يعني بالطبع كان هناك تعريض بوسائل الاعلام على سبيل المثال، فالبعض يتطوع تلقائيا، هو لا يريد حجه. يعني البعض لا يريد ذريعه لممارسه العنف، لكن حينما يستمع او يستشف أو من كلام الرئيس بأنه غاضب على وسائل الإعلام، أو أن وسائل الإعلام أو بعض الإعلاميين هم جزء من صناعة الأزمة أو صناعة الحدث، فبالتالي هو بيجد تكأة يبرر ممارسة عنفه بأن هناك أنه يخدم الدولة أو يخدم الرئيس أو يخدم حتى البعض بيفلسف هذا الأمر بأنه بيمارس العنف لحماية المجتمع، لحماية قيم المجتمع، لحماية كل هذه الأمور. يعني كان يعني في ظل هذه الأجواء أي تصريح بيحمل لأكثر من معنى، فبالتالي يعني ما شاهدناه من عنف يعني يمارس من قبل جماعات، يعني على سبيل المثال ضد بعض الإعلاميين، هذا الأمر يعني قد يكون استشفه البعض من خطاب الرئيس، أو قد يكون هو ليس في حاجة ربما كان هذا هو السبب في أن يعني بعض مستشاري الرئيس وأيضا المسؤولين في حزب الحرية والعدالة يقدم أشخاص إلى النائب العام أو تقدم بلاغات قانونية، هذا حق قانوني. قدم بلاغات ضد من تشاء والقانون يأخذ مجراه إذا كان هناك بالفعل يعني أدلة على ممارسة هؤلاء العنف. لكن ما نعول عليه هو إذا كنت تريد أن تعمل القانون، فالقانون يجب أن يعمل على الجميع. يعني في أحداث كثيرة يعني يجب أن يعمل، ومن أول من يجب أن يعمل عليهم القانون من يحاصرون الآن بعض سواء بقى مدينة الإنتاج الإعلامي أو من يقطعون الطرق أو من يعني كل هذه الأمور يجب أن تعمل عليها القانون. يعني القانون لا يطبق بصفة انتقائية. إذا أردت أن تسير في بناء مؤسسات أو دولة قانون فبالتالي عليك أن تفعل القانون. لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد من يمارس العنف بالامس واليوم قصاد مدينه الانتاج. طبعا انا لست في موقف الدفاع عن الاعلاميين، اقول هؤلاء لهم منابر وهؤلاء يستطيعوا ايضا ان يتقدموا ببلاغات ضد من يحاصرهم او يمارس ايضا هناك مستشارين استنكروا هذا العمل، وبعض القياديين في حزب الحريه والعداله وجماعه هذا واجب، هذا واجب، لكن علينا ايضا ان ننتظر تصريح من الحكومه، من وزير الداخليه، من وزير العدل، من رئيس الوزراء، يتحدث بأننا سنقوم بردع مثل هذه الأعمال التي بالطبع بتعيدنا إلى عصور لا نريدها، بتعيدنا إلى فكرة تكميم الأفواه. كل هذا الأمر هو واجب. يعني تطبيق القانون أو العدالة هي كل لا يتجزأ. طيب لا تتم بشكل انتقائي. اسمح لي دكتور جمال ويسمح ضيوفي بالاستماع إلى الأستاذ فيصل السيد عضو اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة. أهلا أستاذ فيصل. أهلا وسهلا يا فندم. أستاذ فيصل، أنت كنت من بين من قدموا هذا البلاغ ضد من تقول إنهم مارسوا العنف أو حرضوا عليه أو شاركوا فيه. نعم. على أي أساس أستاذ فيصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة الضيوف وللسادة المشاهدين. في البداية نحن تقدمنا ببلاغين في الحقيقة. بلاغ كان صادق يوم الخميس الماضي، وطلبنا فيه السيد النائب العام والسيد وزير الداخلية باتخاذ الاحتياطات والتدابير الأمنية
لحماية الممتلكات العامة والخاصة في المقدم، خاصة دار الإخوان المسلمين. دكتور جمال، نحن أستأذنكم أن نأخذ 10 دقائق بعد عرض الأنباء الذي سيحين موعده بعد قليل. دكتور جمال، يعني هل أنت مع جبهة الإنقاذ التي والأحزاب الأخرى المعارضة التي دائما ما تتربص بالرئيس وبما يمكن أن يصدر عنه لتحمله المسؤولية كاملة، وهي التي تنتقد حتى الآن بأنها ليس لها موقف إيجابي يمكن أن يخرجنا من هذه الأزمة؟ بغض النظر عن الإشارة إلى جبهات أو إلى مؤسسات، على الرئيس بالفعل أن يفعل ما هو واجب أن يفعل لإنقاذ هذه الحالة. نحن بالفعل في حالة من التردي الاقتصادي أو في حالة من الاحتقان السياسي، حالة من يعني لا أقول حالة من الانقسام لم يشهدها المجتمع بعد. فبالتالي هناك فعل يجب أن يفعله الرئيس بغض النظر عن هذا يرضي هذا أو يرضي ذاك. بالفعل إذا فعل الصحيح وإذا اتخذ خطوات جدية بالفعل للإصلاح السياسي، سواء كنا نتحدث فيما يتعلق بالتشريعات التي هي بالفعل تشريعات تحتاجها البلاد للمرور إلى هذه المرحلة. على سبيل المثال قانون الانتخابات الذي بالفعل يعني تحدث الكثيرون بأنه بالفعل يجب أن يعرض على المحكمة أو حكومة، يجب أن تكون هناك حكومة يعني تدير البلاد بشكل أكثر كفاءة من هذه الحكومة. هذه الأمور لا تحتاج حتى إذا رفضتها جبهة ما أو كل هذه الأمور، لكن على الرئيس أن يفعل ما هو بالفعل لصالح البلاد. نتحدث عن الوفاق الاجتماعي، نتحدث كل هذه الخطوات. إذا بدأ الرئيس يعني لماذا يتحمل الرئيس المسؤولية؟ لأنه بالفعل هو صاحب السلطة التنفيذية، هو صاحب السلطة. كل قراراته تنتقد من قبل المعارضة حتى الآن، يعني لم يتخذ قرارا إلا انتقده المعارضة. يفعل الصحيح ولا يلقي بالا، يعني إذا فعل الصحيح يستند بالتأييد الشعبي. بالطبع هناك شعبية تتآكل الآن، يعني شعبية الرئيس في بداية توليه أو في بداية قدومه غير شعبية الرئيس في الوقت الحالي. شعبية أو التعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين أو التيارات الدينية بصفة عامة، هذا التعاطف أيضا تآكل نتيجة لهذه الممارسات. طيب اسمحوا لنا أن نتوقف قليلا، سوف نعود إلى حوارنا بعد عرض الأنباء. أترككم مع سارة رأفت. نعود بعد عرض الأنباء إلى نقاشنا مع ضيوفنا في الاستوديو. دكتور جمال سلامة، يعني الرسائل التي خرجت عن الرئيس رسائل كثيرة، بعضها قوبل بالرفض، بعضها قوبل بالتأييد، ولكن هل تعتقد أننا ننتظر رسالة للرئيس توجه إلى الكافة وليس إلى جهة معينة، توجه إلى الشعب المصري كافة، فعلا لإحداث نقطة تحول ملموسة يمكن الخروج بها من هذه الأزمات التي نعيشها الآن؟ ما هي تلك الرسالة التي يمكن أن نتوقعها؟ يعني هي بالفعل رسالة مكاشفة ورسالة مصالحة. بالفعل علينا أن نعترف أننا في أزمة. هذه الأزمة قد تكون يعني السلطة التنفيذية هي جزء من صناعة هذه الأزمة، وقد تكون في بعض الأحيان هي جزء من حل هذه الأزمة. يعني نحن نتحدث عن السلطة التنفيذية اللي هي بيمثلها الرئيس والحكومة، هي بالطبع هي جزء من صناعة الأزمة وهي جزء من حل هذه الأزمة. مسألة المكاشفة والمصالحة، نحن بالفعل على أعتاب مرحلة اقتصادية. الرئيس لا يريد أن يتحدث بشكل يعني صريح عن تحديات اقتصادية نواجهها، يعني الرئيس تحدث بالأمس وقال أن اقتصادنا يعني ليس بهذه الحالة من السوء. لكن ما نشهده الآن سواء كنا نتحدث فيه، ولكن لا نعرف الحالة نفسها، لا نعرف الحالة، يعني سواء نتحدث عن الاحتياط النقدي، نتحدث عن الخدمات، عن توفير الوقود، كل هذه أزمات متفجرة. هذه الأزمات المتفجرة تحتاج إلى مصالحة وتحتاج إلى مكاشفة حتى يتحمل الشعب. يعني حينما نتحدث إلى الشعب بنقول له إن في استثمارات جاية وعندنا دخل جاية وعندنا إيرادات وكل هذه الأمور، لكن يجد الحالة هي حالة ليست مطابقة لما يتم التحدث عنه، ولا سيما أيضا أننا سنمر بأزمات اقتصادية أكثر. هذا على الجانب الاقتصادي. على الجانب الاقتصادي. على الجانب السياسي بالفعل، يعني حتى وإن كان من الصعب، يعني أنا أتوقع أن يكون تشكيل حكومة
في هذه الفترة قد تكون هذه الحكومة لن تقدم كثيرا ولن تستطيع أن تسير الاقتصاد إلى الأفضل، لكن على الأقل نتحدث عن تشكيل حكومة لإدارة عملية انتخابية. حكومة تكون مهمتها الأساسية هي إدارة عملية انتخابية، لا أقول حتى تسيير أعمال. تسيير أعمال لن تستطيع أن تسير أعمال، لأن معظم الحكومات الائتلافية في حد ذاتها هي حكومات ضعيفة، حتى في الدول التي بيكون فيها نظام يعني حكومة ائتلافية مكونة من حزبين أو 3 أحزاب. نعم. على غرار بعض الحكومات الائتلافية اللي بتشكل في خارج مصر، لكن بشكل عام هي ضعيفة. بشكل عام هي ضعيفة. لكن ضيف عليها بقى هذه الحالة من التنافس والانقسام في الشارع المصري أو بين القوى السياسية، والتي بالفعل لم تقدم بديل. اتفق ان مع طرحك الذي طرحته في الاول ان المعارضه ايضا لم تقدم بديل حتى على المستوى السياسي او على المستوى الاقتصادي. اذا تم تشكيل حكومه بغرض انها حكومه تسيير اعمال فلن تكون حكومه تسيير اعمال. في اطار هذا التحاور الذي اتحدث عن حكومه اذا تم التوافق على ان هناك تشكيل حكومه، هذه الحكومه مجرد لتسيير او لاجراء انتخابات، هذه سوف تكون حكومة محايدة يعني تستمر شهر تستمر شهرين كما يقتضي الحال. هذا هو حديث يمكن البناء عليه. الحديث النص صراحة بالفعل أن هناك التزام على تعديل المواد الخلافية في الدستور، وهذا ما كان محل طرح الرئيس نفسه، أعلن هذا قبل أن يطرح الدستور على الاستفتاء. هذا هو الحديث بالفعل الذي يمكن أن يزيل الاحتقان ويمكن شكراً. أن يتم التوافق عليه. شكرا دكتور جمال، شكرا للأستاذ عمرو، شكرا للدكتور مغازي. أشكر كل من تابعنا في هذا الحوار، وإلى اللقاء.